ليها لقاء مع الفنانة أميرة عبد الرحمن واللي اتكلمت عن مشاركتها في العرض المسرحي حب من طرف حامد. مسرحية حب من طرف حامد متاخدة من رواية فرنسوية اسمها لعبة الحب والمصادفة. هي بتتكلم عن الحب بدون أي مصالح، بدون أي زيف، مش ما بين الست والراجل بس، لا ده في كل العلاقات. دي الحاجات اللي احنا مفتقدينها في الزمن ده. طبعا النص معمول له ادابتيشن مختلف خالص عن النص الاصلي. المخرجه سهى العزبي والمؤلف محمد جمال عاملينها بطريقه مختلفه خالص. احلى حاجه بقى اللعب على المسرح، واحنا بنلعب على المسرح ومستمتعين. معايا ميرال شفيق، ممثله جميله جدا جدا جدا، ممتنه ليها للغايه. مصطفى حمزه ممتنه ليه للغايه. ميدو ممتنه ليه. خالد محروس، انا مش عايزه انسى حد. نورهان، الصاوي باشا، استاذ ايهاب. لا بجد الكاست كله فاميلي حقيقي. ويا رب كده يكمل على كده حب حقيقي للاخر. انا اميره عامله دور اميره. هي شخصيه مش عايزه تتجوز اي حد كده وخلاص، منطويه جدا في عالم بتاعها، الى ان هيجي بقى التغيير. المسرح الحمد لله ابتدى فيه جمهور مسرح يرجع من جديد، وعندنا جمهور يعني بدعاية مش كبيرة قوي كمان. فده شيء يدل ان في ابتدى في ادراك اكتر. انا بحب المسرح صراحه، لان انا واخده اللعبه دي مزاج، لعبه مزاج اكتر. انا نفسي جدا جدا اقدم مسرحيه برضو. مسرح عن نعيمه عاكف.